ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده بقى هنعمل اكله كده حلوه واقتصاديه وبتدفينا كلنا وكلنا بنحبها، طبعا شوربه العدس. بعملها بطريقه جدي وجدتك بتاعت زمان، دي طريقه لذيذه وسهله وان شاء الله تعجبكم. عندنا المقادير: ربع كيلو عدس مغسول، عندنا ربع كيلو جزر متقطع حلقات زي ما انتم شايفين كده. برضو الطماطم في نفس الوضع، يجي ربع كيلو برضو ازيد. توم فصوص، بصلايه مكعبات، 4 مكعبات مرق الدجاج اللي هي بطعم اللحمه. ماشي يا حبايبي، دي المقادير. هننزل، انا طبعا حاطه حله ميه على النار، هننزل بيهم في الميه دلوقتي وهتشوفوهم. بصوا يا حبايبي، العدس اهو الميه بتغلي زي ما انتم شايفين. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل العدس والبصل، مكعبات بصلايه واحده، والثوم والطماطم، كل الخضروات دي مع بعضها في الحله، والجزر. بسم الله، بصوا ولا اروع. وهننزل مرقه الدجاج برضو معاهم عشان تاخد وتدي ريحه شوربه جميله جدا. هنسيبه بقى لحد ما ياخد ويدي مع بعضيه وكل الخضار ده يستوي وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، العدس اهو كده يعني ما شاء الله بعد ما اتسلق كل الخضار بقى مستوي تماما. بصوا اتهرى تماما اهو، الطماطم والبصل والجزر مع مرقه الدجاج. دلوقتي بقى احنا سيبناه لما برد شويه، هنضربه في الخلاط او عندكم هاند بلندر تضربوه بيه، او كبه او ايا كان، وهنضربه ونجيلكوا واحنا بنكمل بقيته. بصوا يا حبايبي، احنا كده ضربنا العدس زي ما انتم شايفين، منظره ما شاء الله رائع، وريحته كأنكم بتسلقوا لحمه، روعه بجد، ونفسي تجربوه بالطريقه بتاعتي. طبعا هنحمره بشعريه رز، ومعانا التوابل اللي نحطها عليه: بصل باودر، توم باودر، شويه كمون، شويه بهارات محوجه. وهنوريكم دلوقتي واحنا بنحمر الشعريه وبنعمله، وهنغرفه بعد كده. طب بصوا يا حبايبي، احنا كده بنحمر الشعريه اهي قبل ما ننزل العدس عليها. طبعا حاطين شويه زيت زي ما انتم شايفين، عاوزين تحطوا سمنه مفيش مشاكل، عاوزين تحطوا زيت مفيش مشاكل، دي تبع رغبتكم. اول ما الشعريه تحمر زي ما انتم شايفين هننزل بالعدس. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. هننزل بقى بالتوابل اللي احنا قلنا عليها. بسم الله: بصل باودر، التحويج مشكله، وكمون، وعايزين تحطوا شويه شطه برضو براحتكم. وهنكمل بقى معاكم في سواه وهنرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، غرفنا العدس اهو بعد ما خلص ما شاء الله. حمرنا الشعريه ونزلنا التوابل ومعاه بصل اخضر زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. ومحمصين العيش اهو طبعا بالرغبه، وبتمنى ان ينول اعجابكم، واتمنى شير ولايك للقناه واشتراك فيها. شكرا.